فوزي لقجع يتحول إلى فوبيا والكابوس رقم 1 للجزائريين حكاما وعسكرا وإعلاما ولاعبي كرة. بيبل. في 17 نوفمبر 2023 تحول رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع إلى الكابوس رقم 1 للجزائريين بمختلف مواقعهم. فبعدما قهر السياسيين الذين جروا أذيال الهزيمة بظفر المملكة بشرف تنظيم بطولة كأس أفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، انتقلت فوبيا فوزي لقجع للرياضيين ولاعبي ومدربي كرة القدم الجزائريين. ويحاول الإعلام الجزائري بغباء مستعار مهاجمة فوزي لقجع بعدما فشلوا عبر كل الجبهات في مواجهته، حيث يلحق بهم الهزيمة في كل مناسبة. وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد اختار عددا كبيرا من لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم على خلفية الإنجاز التاريخي في مونديال قطر لجائزة الأفضل في أفريقيا، وهو ما أغضب الجزائريين الذين لم يتأهلوا أصلا المونديال بعد ملحمة إيكامبي. الإعلام الجزائري وفي محاولة يائسة للتأثير على اختيارات الكاف شرع في الترويج لضغط وهمي من فوزي لقجع لتتويج الحارس العملاق ياسين بونو المتوج بالمركز الثالث كأفضل حارس في العالم بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، ليصبح ثاني حارس مغربي يتوج بهذه الجائزة بعد بدوال زاكي. وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف الجمعة 17 نوفمبر 2023 عن القوائم النهائية لجوائز الأفضل في عام 2023 خلال الحفل الذي تستضيفه مدينة مراكش يوم 11 جنبر المقبل. وقلص الكاف قوائمه الأولية التي كشف عنها في أكتوبر الماضي، حيث يتم تقديم الجوائز عن الفترة من شتنبر 2022 حتى يونيو 2023. وتواجد النجوم المغاربة في قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2023 التي ضمت الرباعي المغربي أشرف حكيمي باريس سان جيرمان الفرنسي، ويوسف والنصيري أشبيلية الإسباني، وياسين بونو الهلال، وسفيان مريبة مانشستر يونايتد لإنجليزي. في المقابل ضمت قائمة أفضل لاعب أفريقي داخل القارة السمراء المغربيين يحيى عطية الله ويحيى جبران الوداد البيضاوي. 0.